شيكابالا بيقرر اعتزاله في نهاية الموسم الجاري. ربنا يا رب يكتر من أمثالك، وعقبال ما لعيبة الزمالك كلها تعتزل إن شاء الله يا رب. أكتر حد كسبان من حوار إن شيكابالا اعتزل هو أنا وجمهور النادي الأهلي. مش هلاقي حد يرازيهم، مش هلاقي حد يضايقهم. الحمد لله. والله لعيب، يعني مش عايز أقول حاجة وحشة بصراحة، لعيب بصراحة على مؤاخذة. طبعا جماهير الزمالك قاعدين واخدين جنب لوحدهم كده وعمالين يقولوا شيكابالا اعتزل ليه؟ ما اعتزل يا عم، ده بالنسبة لك حاجة مفيدة. لاعب قاعد لك على الدكة لا بيعمل أي حاجة وعمال ياخد فلوس من النادي وخلاص. ده يفيدك وزيادة يا عم. شيكابالا لحد دلوقتي لسه ما لمس دوري أبطال أفريقيا. هيلمسها امتى بقى معرفش والله. هيعتزل خلاص بقى، راحت عليك. دي أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك. احنا عندنا ناشئ ممكن عنده 20 سنة ممكن يعمل نصهم. أصل بجد والله العظيم دي مش أرقام طبيعية. من الذكرى لما سبورتنج لشبونة عملت تصويت لأسوأ لعيب عندهم، فجماهير الزمالك راحت على طول لشيكابالا. ما قرأتش ايه اللي كان موجود اصلا. فيعني صباح الفل. جماهير الزمالك دائما وابدا في دار الشيكابالا، بس للاسف في الحاجه الغلط. ده 6 دوري ابطال افريقيا، ده 0 دوري ابطال افريقيا. والنادي اللي بيشجعوه 5 دوري ابطال افريقيا وده 6. صباح الفل. والله العظيم والله العظيم نفسي اعرف جماهير الزمالك بتحب شيكابالا ليه؟ عشان مثلا بيشتم جماهير الاهلي؟ طب يا عم ماشي هعديها لك، بس ليه برضو؟ يعني مثلا لعيب زي رامي ربيعة معاه 6 دوري ابطال افريقيا وده 0. ايوه، ايه المبرر بقى في ان انت تحبه؟ ما مفيش اصلا، ما بيقدم لكش حاجه، ده قاعد على الدكه وبياخد فلوس منك.